سلام بنات، غادية نتفرج في الماتش في كافي بيانو ان شاء الله. يا ربي يا ربي المغرب مربوحة يا ربي يا ربي يا كريم يا رب. عرفتو شربت مهدئات باش ما نتعصبش، ورغم ذلك ضروري من شويه ديال العصبيه، رغم ذلك كاين العصبيه. يلا احنا غادي ندخل الكافي الوردة البيضاء، مدرسة عزيز أباضة الابتدائية البنات. مدرسة يخشوا اللي جايين من عبد الناصر يدخلوا من مدرسة عزيز أباضة الابتدائية المشتركة، واللي جايين مع البحر يدخل من عند عزة. هذا هو العنوان اللي عارفة أنا. يلا نتلاقاو في الماتش. سير لك دحنا راجل اليوم ما غيوكلك ما غيشرب. أمامية في الجهة اليسرى لمنتخب الأردن، محاولة الآن عن طريق أبو طه في التوقيت المناسب، عادت عن طريق علي حجبي للمنتخب الأردني في وسط الميدان. أمامية تغطية من أمين زحزوح وإبعاد إلى خارج الملعب، تصل إلى رمية تماس. تدخل إلى لحظات أجواء أخيرة ودقائق حاسمة جدا لا كان فيها لأصحاب القلوب الضعيفة ولا مجال واجب إذا كان النطق صحيح أو لا. بعض الأسماء بالنسبة للنطق يختلف من مكان إلى آخر، والكتابة أيضا تتغير، لذلك في الموقف بشكل صحيح للاعبين المغاربة لا مش اللاعبين العرب في الجزائر، في ليبيا، سوريا، في بقية الدول العربية الخليجية، خارج الحروب لبعض نقطة يا وين يا خاين بلادك. نديرو بحال هو التفكير السادس بالنسبة لمدرب طارق سكيتي. انا دخلت الواتساب على مستوى هذه بالنسبة له من خلال أحداث هذا اللقاء. بينما لا زال يمتلك جمال السلامي، يمتلك جمال السلامي حضور ربما على مستوى التبديلات في شوط المباراة الثاني في هذه المواجهة. يا ربي 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 ركنية. نعم يطلع لي عندي تليفون بيطلع لي اسمي الرقم ديال الخط. هو اللاعب الذي سجل هدفين وجعل المنتخب المغربي يتقدم ويقلب الامور لمصلحته من خلال احداث هذا اللقاء. كرة الى ركنيه ملعوبه الان داخل منطقه الجزاء، وبعدت عادت يزيد ابو ليلى سيطر على كرته بالشكل المطلوب، سيطر على الكرة بالطريقة المميزة وبطريقة رائعة. محاولة جديدة، محاولة جديدة لمصلحة المنتخب الأردني، أبعدت عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة هنا في هذا اللقاء. يصطلح المنتخب المغربي وكان في الأردني وتحرم هذاك الشيء من الأردن. كيتحد للمنتخب الأردني عن طريق عبد الله نصيب، يلعبها في الجهة اليسرى، لمسة إلى البديل أبو حشيش، عودة بالكرة من جديد لمصلحة رجاء عايد بمنتصف الميدان للمنتخب الأردني. الآن حاول التقدم والمرور من الجهة اليمنى، على تماما بأن الأمور على بعد 12 دقيقة فقط أمام المنتخب الأردني من أجل العودة بنتيجة هذه المواجهة
وامام المنتخب المغربي من اجل الابقاء على هذه النتيجه للتتويج والفوز بلقبه الثاني على مستوى هذه البطوله. تعود المحاوله لمصلحه المنتخب. اخذها بايده. اخذها بايده. حط حنيني حط وليدي النقت على حنينتي اخذها منه يعتبر اخذها منه. شوف وقدموا حضورا متميزا جدا وقدموا درسا الغورين مستوى اهداف هذه المواجهه. صنعوا الحكم السويدي الكثير والكثير في مباراه اليوم واعطوا الكثير من الدروس على مستوى مواجهه السويدي هذا لمنتخب المغرب والمنتخب الاردني في نهائي بطوله الكاس. يا لها من اثاره، يا لها من اثاره تتواصل في هذا النهائي. كره بمحاوله ملعوبه الان ابعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد، تحولت في الجانب المقابل، لا زالت مستمره وقائمه للمنتخب الاردني عن طريق اللاعب رجائي عايز. رجائي يبحث عن مين في الجهه اليمنى. عبد الله نصيب يحاول التقدم الان، لا زالت مستمره وقائمه في دائره المنتصف. كرة عن طريق عبد الله نصيب اماميه في منطقه الجزاء. عادت لمصلحة سعد الروسان. لمسة مرة أخرى الآن علي حجبي، لكن أيضا تغطية في اللحظة الماضية. تعيد الكرة والمحاولة لمصلحة المنتخب المغربي. زحزوح ساقطا في أرضية الملعب. سلامات للاعب امين زحزوح لاعب نادي الوكرة صاحب ال25 سنة، الرجل الذي يقدم اداء كبيرا جدا مع المنتخب المغربي في منافسات هذه البطولة. بالنسبة لي حقيقة يعني ممكن اذهب الى بعض الجزئيات الخاصة بالجوائز الفردية اللي يعني اخذها من منظور كمتابع لبطولة كأس العرب. بالنسبة لجائزة الهداف الأمر كان واضحا ولا مجال فيه أيضا أي تكهنات، لأنه يعتمد على أرقام، والأرقام تنصب لعدد بعيدة على وليدي التقدم، لكن بعد ذلك سعد الرشاد يبعدها إلى خارج أرضية الملعب والكرة تصل إلى ركلة ركنية. تبديل الآن، تبديل للمنتخب الأردني. لاعب عود الفاخوري اللي نزل في يترك أرضية الملعب للعرسان، يترك أرضية الملعب لأحمد العرسان. لاعب النادي الفيصلي هو من يدخل إلى أرضية الميدان في هذه الأثناء، وبالتالي يأتي التبديل الخامس للمدرب السلام. عرضية داخل منطقة الجزاء خلصها عبد المحسن. الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب الأردني. لمسة وخلافة من على اللاعب أمين زحزوح. بطاقة صفراء على أمين زحزوح. هذه الكرة، هذا التدخل اللاعب أمين زحزوح. إلى صافرة وعدم انتهاء الامور ب7 دقائق قبل نهايه احداث الوقت الاصلي. اردنيه عرضيه لكن تغطيه وابعاد. تعود من جديد. اللاعب رقم 17 شو ياسر في احضاني
يزيد ابو ليلى ويزيد كالصداري. كان عليه في الاول كان عليه عرضيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء سهله عند بن عبيد، سيطر عليها مهدي بن عبيد حارس مرمى نادي الوداد. هذا سيطر عليه كان حضور رائع جدا. شو كده يا سلام شيل الفراقه يا سلام. تقريبا سنتين من الان هو مجموعه من لاعبين الوداد. نعم اللاعبين الوداد عندما كانوا قد شكل او حمله للتبرع في ايام الزلزال الذي طال مدينه صافي، زلزال الشهير في عام 2003. الاردن امام محاوله جديده من اجل العوده بالتعادل. شوف التعامل من الاثنين السكيتيني ومن السلامي مرة أخرى. الأردن يتأثر بنتيجة لكن لا تستوجب ركلة الجزاء. هكذا هو القانون الجديد، حتى المباراة يأمر باستمرارية اللعب. يعيد المحاولة لمصلحة المنتخب الأردني. وصلت بعد ذلك عن طريق حريمات ملعوبة في الجهة اليمنى، لمسة عن طريق زحزوح أبعدت باصطدام ما بينه وما بين البديل حجبي. كرة علي تحولت إلى خارج أرضية في الملعب. المحاولة بعد ذلك تصل إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب الأردني. رمية تماس للمنتخب. كرة في الجهة اليمنى الآن على مشارف منطقة الجزاء. يا رب الداع يا ربدي لا زالت تحولت إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى الحارس مهدي بن عبيد. ركلة مرمى الآن أو ركلة ركنية عفوا. يا المنادي محاولة لمصلحة المنتخب الأردني مرت من أمام الجميع، وصلت في الجهة اليمنى، عرضية لمنتخب الأردن، أبعدت رسالة مستمرة. ابعدوا دفاعية الخطيرة تحولت بالجانب المقابل، عادت من جديد لمصلحة المنتخب الأردني. عادت لمصلحة الدقيقة الثالثة، لحظات الوقت بدل الضايع على مستوى شوط المباراة الثاني او الاضافي الاول. عفوا مشاهدينا ومتابعين قنوات الكاس اينما كنتم. يا ربي مش حبك ساعتين ثلاثة اهداف. شو يكون دقيقة واعود مرة جاري بقى 4 ساعات. هي هدف ربع ساعة أخرى على 3 الشوط الرابع. احنا جينا لا تقولوا ما جينا، هاد الفرحة اليوم هتسلينا. لا تقولوا ما جينا، هاد الفرحة اليوم هتسلينا. عمرك شفتي السباع خايف جاي السباع، ولادنا جاي اسبوع رايتنا مرفوعة. احنا جينا لا تقولوا ما جينا، هاد الفرحة اليوم هتسلينا. عمرك شفتي السباع خايف جاي السباع، ولادنا جاي اسبوع رايتنا مرفوعة. نبغى نضيف لك الدموع.
زوينه هذه. نموت على بلادي وليدي يا وليدي، شمس السماء رايا مغربي يا وليدي، جنات الخير براد وصيني يا وليدي، وعطيوني كاس نهزو بيدي يا وليدي، فرحان بيها ضربوا عليها يا وليدي، وراها غير صحراء مغربي يا يلا خدم لنا البلوطوس. ديما مغربي. على مستوى تشكيلة المنتخب الأردني لاعبا للمباريات الدولية. الحارس الأردني عامر شفيع هو من يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية. كل شيء في الجروب بس يقولوا يا رب يا رب. كرة القدم الأردنية وحمزة الدردوس هو الهداف التاريخي مع المغرب المنتخب الأردني. هذه أسماء اعتدنا عليها في سنوات ماضية، بينما نور الدين ديفيد واللاعب نلعب في لحظات لشوق المباراة على مستوى هذا اللقاء في مباراة اليوم. ما يمكن ان يحدث من متغيرات في مواجهة جنونية وحضور كبير واحداث متقلبة واستمرارية لذلك الجنون الذي يظهر دائما وبعد عينهم على المغرب يا رب. بعد نهائي كأس العالم بعد عينهم على المغرب يا رب. والاوضاع تستمر في السيناريوهات الكبيره وبالتفصيل مميز. حاضرا على الصابر بوكرين، رايه وتسلل على الصابر بوكرين في هذه الاثناء. هنا في اللحظات القليلة القادمة الكثير من الترقب. انتهت الدقيقة الأولى من البدء الضائع لشوط المباراة. لا زالت هنالك دقيقة ونصف أخرى. طلع يزيد أبو ليلى لكن صافرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة المنتخب الأردني. هذا سكيتيوي هذا سكيتيوي لا خذي يا ربي تفشل اليوم. أي موسم في عالم هذه الساحرة. التوقيت المناسب الجديد لسرح مستمرة وقائمة. خذي الفيد بتاعك انت اللي راح اعطياك هنا. المنتخب الأردني ثواني قليلة طيب لمعرفة مسير المباراة ومسيرة بطل ولمعرفة خلاص 4
لاتو يا لاتو يا ويلي ويلي ويا الملا ويا القراوي يا المكدوش لا ويا الغريبي ودار القاضي عمرو جرادي ودار الباشا عمرو كراسة ويجيبك ليا تاني ومازال صورتي
عيوني انت تحلمي وروحي. شفت المعلق بيجي على الأردن، شفت بيعمل لهم ايه؟ عينهم مطلعين على كله. والناس شايفين عشرة عمري سنين وسنين. اختي الجدعنة اللي مفيش منها وربنا، هي رقم واحد عندنا، هي اللي مفرحة قلبينا. نعيمة وين تقعدي تشربي شوية لا راح اعمل سناني، راح اخد التليفون وامشي. بأي حتة بتشرف ايدي. قنبلة الجيل اللي بتعمل لي فين الحابين؟ فين وصلت؟ لا عندي حدا الحانوت عندي. انا العيساوي